ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وظيفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده هو هنعمل فطير الافران، واحلى كمان من بتاع الافران. هنعمله بطريقه حلوه قوي، وهقولك ازاي تعملي من كيلو فطير 12 فطيره، و12 فطيره حلوين، مش اللي هم رقيقين قوي ولا ان هم صغيرين قوي. هتعملي 12 فطيره حلوين قوي. خليكم معايا واحده واحده، والطريقه سهله وبسيطه. لو انت اول مره تعملي هيطلع معاكي ناجح 100% زي ما شفتي في اول الفيديو. اول حاجه بجيب نص معلقه ملح، عليهم 6 معالق كبار من السكر، والميه بنزل بيها تدريجيا. كميه الميه اللي انا استخدمتها قد ايه بالظبط؟ كميه الميه الكيلو دقيق استخدمت 600 جرام من الميه. الميه بتاعتي عشان انتوا عارفين ان الجو بدأ يبرد، فالميه بتاعتي دافيه، اللي هي فتره كده، هو لا سخنه قوي ولا ان هي ساقعه قوي. وببدأ انزل بيها تدريجيا لغايه ما العجين بتاعي يشد ويكون عرق كويس جدا. نوع الدقيق وانا بشتريه عشان يطلع معاكي الفطير ناجح، بتقولي له انا عاوزه نوع دقيق يكون بتاع معجنات او بتاع فطير، يعني بتقولي له ده او ده، فبيديكي نوع دقيق بيكون فيه عرق كويس جدا، فبتشتغلي بيه بيطلع معاكي الفطير حلو قوي. بعجن العجينه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده هوك، لغايه ما تطلع معايا بالملمس الناعم اللي انتوا شايفينه دوك. والعجينه بتاعتي ولا ان هي طريه قوي ولا ان هي يابسه قوي. انا هشيلها اهوك واحطها على الرخامه عشان ان انتوا ايه تشوفوا ايه. بصوا العجينه بتاعتي مش ان هي ايه طريه خالص ولا ان هي يابسه، اللي هي متوسطه. ركزوا بقى في الخطوه دي. انا اول حاجه عجنت العجينه كويس جدا. تاني حاجه بسيب العجينه بتاعتي تريح حوالي ربع ساعه. يعني انا ما بشتغلش فيها على طول، عشان يعني بسيبها ترتاح عشان العجينه تمشي معايا. اتبع الخطوات اللي انا بقول عليها ديك، صدقيني هتعملي احلى فطير حتى لو انتي اول مرة تعملي كده. العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت هقطعها ل24 كورة اهو. بصوا بالقطاع كده اهوك، وهقطعها 24 قطعة معايا. انا السبب اللي خلاني اعمل الفطير اني انا كنت بشتري فطير للمدرسة الصبح، فلقيت الفطيرة الصغيرة اللي هي الرقيقة خالص اللي انتوا عارفينها ديت بتاعة الفرن بقت ب7 جنيه. يعني الفطيرة جايبة فطيرتين ب14 جنيه. فرحت جبت كيلو دقيق. كيلو الدقيق جايبه ب17 جنيه. وعندي السمنة في البيت، عملت 12 فطيرة. وان انت تحتفظ بيهم او بنحتفظ بيهم ونحطهم في الفريزر، ما بيجرالهمش اي حاجة، وتطلعيه عند الاستخدام. خليكي معايا واحدة واحدة عشان اقولك ازاي بتحفظيه في الفريزر وازاي بتطلعيه وبتسخنيه. بعد ما قطعتهم 24 قطعة كده هوك، بمسك كل واحدة واحدة بكورها كده هوك. لازم اكورها كويس جدا. بكون في الفترة دي كمية جايبة 300 جرام من السمنة. اي نوع سمنة انت بتفضليه. حاول يعني حابة تدربي سمنة على زيت، بره اكيد بيحطوا سمنة على زيت، لكن انت حابة تعمليها بسمنة حطي، حابة ان انت تعمليها بزبدة ده شيء يرجع لك انت على حسب امكانياتك. بتجيبي 300 جرام سمنة كده اهو، وتروحي حطهم في صينية ان انت تسيحيها كده اهو. واسيب انقل بقى كل كورة ببططها كده زي القرصة، ما ببططهاش قوي، واحطها في قلب السمنة. السمنة ما بتبقاش سخنة ولا ان هي دافية ولا اي حاجة، لا ده ان هي سايحة بس. واروح حتى ايه الفطير فيها يرتاح. بسيبها حوالي من 10 لربع ساعة تاني. هتقولي ما تسيبتي ربع ساعة في الاول؟ اقولك لا، وهتسيبيه ربع ساعة تاني كده اهوت، هتبصي تلاقيه نفسك بتفرديه بكل سهولة. هنا بقى مش هبططه قوي، انا هبططه كده اهوت زي يعني ايه زي القرصة الكبيرة. تمام. هبطط ال24 قطعة كده اهو، كل اتنين هحطهم فوق بعضيهم. بس انا عشان المساحة عندي فهحط ايه كل 4 فوق بعضيهم. خليكم معايا واحدة واحدة، لان عملت اهو ادي 4 وادي 4، يبقى كده ايه 8. ماشي. هعمل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. باخد القرص اللي انا بططتها وبططها كده اهوت، ما بططتهاش قوي. في المرحلة دي طبعا ما بسيبهاش ترتاح، لان الكمية كتيرة، فعقبال ما انا
اخلص اخر واحده بلاقي اول واحده ارتاحت خالص، هنقلهم اهم في الصينيه وابدا اشتغل على طول. طب هتشتغل ايه واحده واحده؟ لا، هقولك بقى فطيره فطيره. ال 24 هنعملهم 12 فطيره. بجيب اول اتنين زي ما انتوا شايفين كده اهو، وتبداي تفردي. بصي العجينه مش هتتقطع منك نهائي، دي اول حاجه. هتتفرد معاكي بكل سهوله، وهتتفرد يعني فرد ان هي تبقى رقيقه جدا، مش ان هي هتبقى سميكه خالص، لا هتبقى رقيقه جدا. واعذروني لو صوتي بس عشان عندي ايه، برد شويه. بصوا، وببدا ارش رشه سمنه من الصينيه برضو، انا مش هستخدم سمنه تاني غير اللي هي في الصينيه، وببدا اطبقها كده اهو. ده بقى لو فطير ساده. طب لو انت حابه تعملي محشي، في المرحله دي بقى هتحشي الحشوه اللي انت حابه ان انت تحشيها. بس انا افضل ان انت بتعملي ساده كده اهو. وفي الحشا يعني، ولما بتطلعي بقى بترشي عليه سكر بودره، ترشي عليه نوتيلا، تحطي عليه جبنه. يعني انا ساعات ولادي بيحطوا عليه جبنه كده وزيتون ويدخلوها الفرن كده اهو، تبدا تسيح عليها، بتبقى ملهاش حل. دي تاني واحده اهي، تاني فطيره. بصوا بصوا رقيقه ازاي، زي المشمع. وببدا احط اهو معلقه سمنه اهي من النص. هتقولي طب ما هي غرقانه سمنه، لا هي مش غرقانه من قلبها سمنه، انت لما بتفرديها بتحتاجي ان انت ترشي رشه بسيطه من السمنه، ما بترشيش قوي عشان ما يبقاش تقيل على الصدر وانت بتاكليه، اللي هي رشه بسيطه. بصوا دي كده تاني فطيره. هعمل كميه الفطير كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. كده انا عملت عندي ال 12 فطيره. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم، لو بال ما بتعملي اخر فطيره بتبصي تلاقي اول فطيره معايا ريحت خالص. يعني انت لو مش حابه تعملي كيلو فطيره، هتعملي نص كيلو فطيره يعملك 6 فطاير حلوين قوي. بس انا بصراحه عملت الكيلو لاني انا هعمله للمدارس، فهحطه في لانش بوكس كده اهوت، وهحطه في التلاجة. بصوا بقى، لقيته مرتاح خالص. بتجيبي الصاج بتاعك، ولا بتدهنيه زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص، وافرد الفطير بتاعي كده. هتقولي لي انت فرداه رقيق، هقول لك لا مش مفروض رقيق خالص. الصاج عندي بياخد يا دوب 6 فطاير، او الصاج التاني هياخد ال6 التانيين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هتقولي لي هتسيبيه ترتاح ولا هتدخليه الفرن؟ لا هدخله الفرن، وهيطلع لي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. سواه على ايه؟ سواه على درجة اعلى درجة عندك في الفرن، بتعلي من تحت، وبعد دقيقتين كده او 5 دقايق بتروحي مشغله الشوايه. هتقولي بتطفي من تحت؟ لا، بسيب الباب، باب الفرن كده موارب، مش ان هو مقفول قوي لان غلط لو قفلتيه. واشغل من فوق، بشغل من فوق ومن تحت مع بعضيهم، بيطلع لي بالجمال اللي انتوا شايفينه بصوا الفطير كله بسم الله ما شاء الله طالع قابب وحلو كده واخد لون من تحت. ما بوطيش عليه النار ليه؟ لان لو وطيت عليه النار هينشف مني، دي اول حاجه. مش هيقب كده وهتلاقي وشه ناشف معاكي. لكن درجه الحراره العاليه طلعتولي زي ما انت شايفه كده آه يعني قابب كده ووشه طري ومن تحت طري واخد لون دهبي حلو قوي. انا اتعمدت ان انا اجيب لكم واحده عشان اقول لكم طريقه تحنيها ازاي. بتحنيها كده سواء نوتيلا بقى، بدل النوتيلا سكر، بدل السكر تعمليه جبنه، تحشي اي حشوه وتلفيها رول كده وتحطيها في ورقه زبده وتديها لاطفالك زي السوري كده في المدرسه. صدقوني هيحبوه قوي، واوفر من بره كتير، وانضف برضو من بره كتير. كفايه ان انت بتعملي الحاجه في بيتك بتبقى نظيفه. بصوا بسم الله ما شاء الله مورق خالص. يعني هو عشان هو الفطير بتاعي صغير، فمش هيطلع زي الفطير الفلاحي اللي هو تقطعي منه. انت حباه تخين بتصغريه شويه، لكن هو كده بصراحه تحفه. التخزين بتاعه بجيب اللانش بوكس كده وبحط راق، يعني ورقه اللي بتجيب الورق من عند بتاع الاكياس، بتقولوا عاوزه اكياس منديل. دي بتستخدم اللي هي للجبن للحلاوه، لما بتيجي تشتري الجبن والحلاوه والحاجات دي واللانشون، فبتقولي له عاوزه ب2 جنيه كيس منديل، هيديكي كميه حلوه قوي. بتحطي بين كل فطيره رق من الورق زي ما انتوا شايفين كده وتطلعها على حسب الطلب. دي كده بتكون وصفتي النهارده. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وصدقوني مش هتندموا لو انتوا جربتوها واتبعوا الخطوات واحده واحده، ما تغيروش في الطريقه
وزي ما انا عاملاها اعملوها، وبألف هنا وشفا على قلبكم.